الحمد لله رب العالمين، وصل اللهم وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، وكما ورد في الأثر: من لم يشكر الناس لم يشكر الله. نشكر ونرحب ضيوفنا، وذلك أولا أستاذنا الفاضل وشيخنا شيخ المشايخ ورئيس اللجنة الإفتاء لمسلمي مديرية غورو شيخ شمس الدين شيخ أحمد قادي، وكذلك أستاذنا الفاضل الشيخ المشايخ شيخ عبد الرحمن، وكذلك أشياخا شيوخا وأساتذة كثيرة، وشيخ محمد وشيخ عمر حاج محمد رئيس المجلس الأعلى لمسلمي مديرية غورو، وكذلك ضيوفنا من العلماء والدعاة، وكذلك ضيوفنا كلكم رجالا ونساء صغارا وكبارا الذين جئتم إلينا لمناسبة هذا اليوم المبارك، مناسبة مساعدة لبناء مؤتمر دار الندوة لمجلس الأعلى لمسلمي مديرية غورو. أقول لكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم وأهلا، نشكركم شكركم الله، ونحبكم في الله أحبكم الله. شكرا جزيلا لحضوركم لهذه المناسبة، وتقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال. وبعد الترحيب لضيوفنا، نحمد الله أن بلغنا هذا اليوم المبارك، يوما موافقا 30 من شهر صفر 1474 من هجرة النبوي عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم، لمناسبة مساعدة بناء مؤتمر دار الندوة لمجلس الأعلى لشؤون مسلمي مديرية غورو في قرية والتئي قبو. أهلا وسهلا ومرحبا لضيوفنا الكرام، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.